طول ما انت دخلت الفيديو ده اكيد عندك الاحتفاظ بالمشاهدة قليل جدا. اكيد مثلا بتعمل غلط في الفيديو عشان كده بيسبب لك نقص في الاحتفاظ بالمشاهد. يعني ممكن تعمل ايه؟ ممكن تلاقي مشاهد بيطلع اول 20 ثانية، او ممكن تلاقي بيطلع اول 10 ثواني، مع انك انت عامل كل حاجة في الفيديو ده. هقول لك عن 5 اسباب بيخلوا المشاهد يطلع من اول الفيديو. يا ريت تتابع معايا الفيديو للنهاية عشان تقدر تستفيد اكتر استفادة من الفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول سبب معايا يعتبر أكيد 100% أنت بتعمل الخطأ ده، اللي هي المقدمة طويلة زيادة عن اللزوم. زي إيه مثلا يا أمير؟ زي مثلا بتجيلي في المقدمة دلوقتي حالا: إيه ازيكم عاملين إيه يا حبايبنا، أنا اسمي كذا، ما أعرفش، ساكن في محافظة كذا، عندي كام سنة، اسمي الكامل ما أعرفش إيه. أنت كده بتعرف المشاهد إنك اسمك إيه ما أعرفش إيه. هو المشاهد داخل يشوف إيه اللي هيحصل جوه الفيديو، داخل يشوف الفيديو، داخل يشوف حاجة في الفيديو، داخل يشوف مثلا فكرة الفيديو. لكن انت تاجي في المقدمة مثلا بتبدأ لي بمعرفتك الشخصية: عندك كم سنة. مشاهد مش عايز يعرف ان انت عندك كم سنة، ولا انت اسمك ايه، ولا الكلام الفاضي ده. مشاهد داخل يشوف المعلومة بتاعته وطالع. فدي سبب يعتبر سبب كارثة انت اكيد بتعمله، ان المقدمة بتبقى طويلة زيادة عن اللزوم. ساعات بتخلي المقدمة 3 دقايق، واللي ساعات بتخلي المقدمة دقيقتين، وبتخلي لي 4 و5. ده أكيد أنا كمشاهد دلوقتي هدخل الفيديو لقيت المقدمة 4 دقايق، أدي دقني لو شفتني تاني. تمام، لو شفتني تاني على القناة بتاعتك، أو شفتني أصلا بتفاعل مع القناة بتاعتك، مستحيل حد هيعملها. فعشان كده بقول لك المقدمة الطويلة يعتبر بتسبب نقص في الاحتفاظ بالمشاهد. فعشان كده يا جماعة يا ريت تكونوا واخدين بالكم ان لازم تركزوا تخلوا المشاهد يكمل على اكتر استفاده. طب ايه يا امير اعمل، ولا ايه اعمل مثلا يا امير؟ خلي المقدمه ايه؟ يا عم اقول لك خليها يا عم حتى لحد 50 ثانيه، بس مقدمه تكون مثلا جذابه، تخليها لي دقيقتين بس تكون جذابه. تقدر تحاول تخليه يجر معاك تدريجيا. مثلا زي ايه؟ ما تجيش تبدا لي بتعريف على طول: إيه السلام عليكم ما اعرفش ايه والكلام ده. لا، تجي مثلا زي دلوقتي. اكيد طبعا عندك سبب مثلا في الاحتفاظ بالمشاهدات، عشان كده انت داخل الفيديو دلوقتي كده المشاهد. ايوه طبعا انا عندي مثلا هيجي مشاهد ايه؟ ايوه انا عندي الاحتفاظ صح بالمشاهد قليل جدا، لازم اسمع الفيديو. هتلاقيه لوحده بيجر معاك في الفيديو. فعشان كده يعتبر الاحتفاظ بالمشاهد يعتبر سبب من الاسباب اللي هنقولها برضو في الفيديو باذن الله مع تكملة الفيديو. وتاني سبب وهو مليون في المية انت بتعمل، اللي هو بسبب اول 30 ثانية مملة. زي بداية الفيديو مقدمة مملة. يعني بتقول لي كلام مثلا زي ايه؟ مثلا 30 ثانية بتعرف المشاهد مثلا زي ايه؟ اسمه ده في الفيديو ده هنعرفكم عن الاسباب. اول سبب معايا معرفش ايه، تاني سبب معرفش ايه، تالت سبب. يعني انت بتدي المعلومات كلها اللي داخل الفيديو بتديها له في اول 3 ثواني او اول 30 ثانية. فاكيد كده المشاهد اخذ المعلومات الكافيه، فاجباري هيطلع منك من اول 30 ثانيه. وكده انت عندك يبقى ايه؟ الاحتفاظ بالمشاهد يقل بسبب ان انت اديته كل المعلومات في اول 30 ثانيه. طب ايه يا امير اعمل اول 30 ثانيه يا عم؟ تتكلم تقول لهم هعمل لكم ايه وايه الاسباب. الاسباب طب امتى تحصل يا امير؟ او اقول لهم ايه في الفيديو، او اقول لهم المشكله في الدقيقه كام؟ يا عم بعد ال 30 ثانيه ابدأ بمشكلة مشكلة. أول سبب يا جدعان بسبب كذا، تبدأ بقى تدريجيا بسبب كذا، معرفش إيه. مثلا تاني سبب بسبب كذا. تبدأ تعرفهم الأسباب، لكن ما تديهمش من أول 30 ثانية السبب: واحد يا جماعة بسبب كذا، اتنين بسبب كذا، تلاتة بسبب كذا. كده أنت المشاهد أخذ كل المعلومات الكافية فهيبدأ يطلع. فكده هيوجه لك المشكلة اللي هي الاحتفاظ بالمشاهد يقل. فعشان كده بقول لك يا جماعة أول 30 ثانية لازم مش تديهم المعلومات الكافية عن الفيديو أو عن داخل الفيديو. وثالث سبب بسبب عدم وجود يخلي المشاهد يكمل معاك لنهاية الفيديو. يعني زي ايه مثلا يا امير؟ زي ما قلنا في المرحلة التانية اللي هو تاني سبب، اللي انت مثلا بتدي لهم كل المعلومات الكافية في اول الفيديو. فكده اجباري انا كشخص اخدت المعلومات الكافية فهطلع من الفيديو. دلوقتي انت طب يا معلم لو مثلا قلت لهم مثلا الاسباب دي هقسمها لكم على نهاية الفيديو، هتلاقيه لوحده غصب عنه بيكمل معاك لنهاية الفيديو. طب ليه يا امير؟ عشان عايز يعرف الاسباب ايه هي، او ايه هي الاسباب اللي انت موجهه له، او هي او ايه الاسباب مثلا بتخليه كمشاهد يطلع من الفيديو،
او كمثلا كصانع محتوى مش بيكمل معاك الفيديو. فعشان كده بقول لك يا جماعة لازم تخلوا بالكم من الحاجات دي. انتوا ممكن الحاجات دي تحسوها حاجة صغيرة، بس هي حاجة كبيرة بالنسبة للمشاهد او بالنسبة لصانع المحتوى. ورابع حاجة بسبب الرتم البطيء. يعني ايه اصلا الرتم البطيء يا امير؟ يعتبر يا جماعة الرتم البطيء ده اكبر سبب ممكن يخلي المشاهد يطلع من الفيديو او ينقص لك الاحتفاظ بالمشاهدة. طب ايه يا امير هو الرتم البطيء ده؟ الرتم البطيء ده يا جماعة اللي هو كلامك البطيء. يعني مثلا بتتكلم لي ازاي في الفيديو؟ في الفيديو ده يا جماعة هقول لكم عن سبب بيقلل الاحتفاظ من المشاهدة ومعرفش ايه. انت اجباري لوحدك دلوقتي ممكن تكون طلعت من الفيديو بسبب الحتة دي. فعشان كده بقول لك لازم تسرع كلامك. زي ايه مثلا؟ في الفيديو ده يا جماعة هنعرفكم عن الاحتفاظ بالمشاهدة وازاي تحسن الاحتفاظ بالمشاهدة وازاي تخلي المشاهد يكمل معاك الفيديو للنهاية ومعرفش ايه. فانت بص، انت الفرق بين البطيء وبين السريع، انت لوحدك اصلا بتحب كالشخص اللي قدامك يقرا الفيديو على السريع او المعلومات على السريع. فما ينفعش تبطئ في الكلام او تقول مثلا في الفيديو ده هقول لكم عن كذا او كذا او كذا. طب ما كده المشاهد هيزهق وهيطلع منك او بيمل منك بمعنى الكلمه. حتى ان انت لو كشخص حبك المشاهد فهيمل منك بسبب البطء بتاع كلامك ده. فعشان كده بقول لك يا جماعه لازم تسرعوا كلامكم في الفيديو. ما تجيش مثلا كل شويه في الفيديو ده هنعمل كذا، لا اتكلم في الفيديو ده يا جماعه هنعمل كذا، هنروح نشوف السبب بتاع ايه، معرفش ايه. كده المشاهد يبدا يكمل معاك ويبدا يحتفظ كمان بالمشاهده الفيديو او الاحتفاظ بالمشاهده مع الفيديو. وخامس حاجة والسبب الأخير معانا بسبب عدم وجود تشويق في الفيديو أو لنهاية الفيديو. يعني أنا دلوقتي باجي كمشاهد دلوقتي لازم يا جماعة عشان تكونوا عارفين أول دقيقة دي لازم تخلوا المشاهد يكمل معاكم للنهاية. ما تعرف ما تقوليش إزاي، لا لازم تخليه كده. بإذن الله الفترة الجاية هنزل لكم فيديوهات عن إزاي تخلي المشاهد يكمل معاك زي اللي ظاهرين قدامك دول. وكده يا جماعة عشان بإذن الله بقول لك عن الأخيرة دي لازم تخلي مثلا تشويق في الفيديو. ولازم يا جماعة تخلوا تشويق في الفيديو داخل الفيديو. زي لازم أول دقيقة دي يا جماعة تخلي المشاهد على قد ما تقدر يكمل معاك الفيديو للنهاية. ولازم تقوله في البداية في نهاية الفيديو كلمة مثلا مشوقة أو مثلا سبب يشوقك، أو السبب مثلا الأخير هو ده اللي بيخليك بسبب الاحتفاظ بالمشاهد بيقل عندك. مثلا ايه تيجي تبدأ دلوقتي يا معلم في الفيديو ده هنعرفكم مثلا الاحتفاظ بالمشاهد، ازاي تحتفظ بالمشاهد. والسبب الخامس ده اللي هو الاخير يعتبر هو السبب ده اللي هيخلي المشاهد عندك يزيد او الاحتفاظ بالمشاهدة تزيد عندك. فانت دلوقتي كالمشاهد دلوقتي سمع الجملتين دول اجباري لوحده هيكمل معاك الفيديو للنهاية. هتقول لي ليه؟ عشان عايز يشوف ايه هي الكلمة الاخيرة او المشاهدة الاخيرة او السبب الاخير. وكده باذن الله نكون اديناكم كل المعلومات الكافيه. ويا ريت ما تبخلوش عننا باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش برضو التعليق الجميل بتاعكم عشان بيفرق معانا. ومع السلامه، سلام.